ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم مربى التين بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. ان شاء الله هتعجبكم وبتطلع ناجحه بجد خطيره. زي ما انتم شايفين شكل المربى طالع عامل ازاي، احلى من بتاعه الشركات بكتير. يعني كفايه ان هي ما فيهاش مواد حافظه. يلا بينا نبدا. بصوا بقى، انا بجيب التين وبغسله، بغسله كويس جدا، وبعدين بقطعه قطع، تقطعي كبير او صغير براحتك. وبعد كده بحط على كل كيلو ونص كوبايتين ونص سكر، سكر عادي. الكوباية وزنها 200 جرام، يعني الكيلو ونص بياخد نص كيلو، يعني التلاتة يعني لو قلنا 3 انصاص يبقى قدهم ناخد التلت بس. ده شكلها بعد ما بيتها ليلة في التلاجة، ممكن ساعتين او 4 ساعات كفاية. بتكون جابت ميتها كده وهي في التلاجة، وبعد كده بطلعها وبولع عليها النار. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها بعد ما عدى عليها ليلة كاملة، ممكن 4 ساعات كفاية، ساعتين ممكن. المهم تحس ان هي جابت ميتها. بولع عليها الأول نار عالية، وبعد كده بهدي النار. يبقى كده لكل كيلو ونص تين حطيت 500 جرام أو أقل كمان شوية، عشان أنا حاطة كوبايتين ونص. فالكوبايتين ونص كانوا أقل من نص كيلو، فنقدر نقول نص كيلو على الكيلو ونص تين. كده هيكون سكرها مظبوط جدا، مش بيكون مسكر ولا أي حاجة خالص. وهي بتغلي كده بتعمل رغوة كده أو ريمة، بتشيل الرغوة دي تفضلي تسلي عليها وتشيليها لحد المربى ما لونها يبقى رايق كده ومفيش فيها أي رغوة خالص. بتسلي فيها كده، لازم تشيليها عشان بتخلي لون المربى حلو. لما بتشيليها لون المربى بيكون حلو، انما لو سبتيها بيبقى لون المربى مغير كده شوية وما بتبقاش حلوة. هحط عليها عصرة ليمونتين كبار. لو ما عندكش ليمون تقدري تحطي ربع معلقة ملح ليمون. دي الريمة اللي انا شلتها، هما الحبة دول بس. ده شكلها كده وهي ايه، خلاص الريمة خلصت منها. اللي عامل زي السمسم دوت، ده اللي هو البذر اللي بيكون جوه التين. ده بقى حبيتين او 3 قرنفل طحنتهم وتحطيهم. لو مش حابين القرنفل خلاص الغيه، انما هو بيدي طعم حلو بجد، حلو جدا. للي بيحب طعم القرنفل يحط. تطحنيهم كده، انت طحنتهم في الهون او في بين كيس كده، هو تدقي عليهم لحد ما ينعموا وتحطيهم. وهحط معاهم بقى عصير الليمون كده، كانت قربت تستوي. لازم تحسي ان هي تقلت وبقت شبه المربى بتاعت البرطمانات الجاهزة. تحسيها كده تقلت كده شوية. عايزة اقول لكم ان الكيلو ونص تين طلع لي مربى كيلو ونص برضه، لان المية بتاعت التين اتبخرت، واحنا حاطين نص كيلو سكر تقريبا او اقل شوية زي ما انتوا حابين. لو عايزاه مسكر ده عصير الليمون، لو عايزاه مسكر هتحطي آه، نص كيلو او اكتر شوية. انما السكر المعقول بتاعها هو كان مجين ونص من مج الشاي العادي، المج الازاز العادي خالص. كوبايتين ونص على الكيلو ونص طلعت مظبوطة جدا جدا. السكر بتاعها كان مظبوط، لا هي مسكرة ولا هي مثلا محتاجة سكر، معقولة. كده خلاص كانت المية اللي فيها اتبخرت، ووصلت للتقل اللي انا عايزاه في المربى. وخلاص على كده هطفي عليها وهسيبها لما تبرد تماما. وبعد كده هنجيب البرطمانات بتاعتنا نكون مجففينها كويس جدا وبتعبيها. وخلاص على كده هي وصفة سهلة وجميلة، ومربى التين من المربات اللي كتير بيحبوها. شايفين منظرها ده كده، كنت لسه طافية عليها ما كانتش بردت، وكان لونها جميل، والتقل بتاعها يدوب مظبوط، اللي هي القوام بتاعها مظبوط جدا جدا. ولما بتبرد طبعا بتتقل بزيادة. جربوها تنفع ولادكم في المدارس للفطار، سندوتشات حلوة جدا هتعجبهم. وده منظرها وهي في الحلة، وكنت لسه طافية عليها على فكرة. ده شكلها اهو زي ما انتوا شايفين، منظرها طالع جميل والطعم حلو جدا. ده بقى بعد ما سبتها كذا ساعة وبردت خالص بدرجة حرارة المطبخ مش في التلاجة. وجبت بقى البرطمانات بتاعتي، دي برطمان مربى برضو
وده برطمان عسل، يعني ده واحد ازاز واحد بلاستيك، الاتنين هينفعوا لان في كل الاحوال انا بحطها في التلاجة، ما بحبش احطها بره طالما ما فيهاش مادة حافظة. ما يبقاش صح انك انت تسيبيها بره، جوه التلاجة مش بتاخد مكان يعني. سهلة وبسيطة، تقدري تعملي كميات قليلة أول بأول، ممكن لو كل أسبوع أو كل أسبوعين هتعملي كمية لولادك. لو عملت 2 كيلو تين أو كيلو أو كيلو ونص، يعني الكمية اللي هتعمليها من أي نوع فاكهة كمان أفضل ما تعملي كميات وممكن تبوظ منك يعني، عشان طبعا ما فيهاش مواد حافظة. فأنا أهو الكيلو ونص عمل لي برطمانين كبار، وزنهم كيلو ونص الاتنين، يعني صافي. صافي الكمية كان كيلو ونص، وهو أصلا أنا عاملة كيلو ونص تين. سعرها حلو اليومين دول، هاتوها وجربوا اعملوها لولادكم، هتوفر عليكم فلوس كتير في يوم المدرسة. كده خلاص انا اهو خلاص قربت اخلصها تعبية. بصوا مش لازقة في الحلة مني، والتقل بتاعها مظبوط ازاي، هتحسوا المربى معظمها فاكهة، وهو ده الصح. ان كوبايتين ونص على كيلو ونص صافي، يعني انا كيلو ونص دي وزنتها بعد ما نضفتها، بعد ما نضفت التين وغسلته وشلت منه اللي هو الزر اللي بيبقى من فوق ومن تحت، ونضفتها وقطعتها، فكان كيلو ونص صافي. شايفينها الحلة نضيفة جدا اهي، والتقل بتاعها مظبوط، جميلة جدا، طالعة مظبوطة على الآخر. جربوها ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم بقى المربى الحلوة دي اعملوا لايك للفيديو، نشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.